السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حومه، فيديو جديد. هنعمل مخلل الليمون بطريقه حلوه قوي. هقولك ازاي تظبطي الملح بتاعه لو انت اول مره تعمليه. اهم حاجه بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا حبايبي، انا معايا 3 كيلو ليمون. طبعا الليمون متوفر الايام دي ومش غالي. نعمل كده برطمان لرمضان، نعمله كده تاكلوه كده سريع، حاجه حلوه قوي في البيت احسن ما تشتروه. انا غسلته حلو قوي 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 ونقعته بميه وغسلته حلو، وبعدين حطيت له ميه نظيفه حطيته على النار. هياخد كذا غلوه كده، انا مش عايزاه يستوي قوي علشان لو غاب معايا لرمضان ما يتهريش. تمام كده، خلاص شيلته من على النار وغسلته وشيلته ميته وما رميتهاش، انتهى. ودي بقى غسلته ونقعته يوم كامل. كل شويه اغير عليه الميه للمراره بتاعته بقى ايه تروح شويه كده. خلاص دي تاني يوم بقى جبت الشطه بتاعتي وشلت العرف الاخضر اللي فيها كده وعملتها شق بسيط كده في النص، ما فتحتهاش كلها. جبت البرطمان طبعا بتاعي غسلاه ومنضفاه. هحط بقى رق فلفل ورق ليمون. طبعا الزيتون موجود الايام دي، هو نفس الطريقه عامه يعني، بس انا ما عندناش بنحب الليمون اكتر يعني. تمام كده سهله معانا. اهم حاجه لو انت عايزاه يستنى رمضان ما تسلقوهوش كتير، يا دوبك بس ايه 10 دقايق كده وتشيليه وتغيري عليه مرة واتنين علشان المية الليمون ما يبقاش فيه المرارة بتاعته. والمية طبعا ما بنرماش، احنا هنخلل فيها الليمون بتاعنا، بتحافظ عليه ما بتخليهوش يتهري. تمام. هنحط بقى راق وراق وراق كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة في الليمون يا جماعة غسله حلو قوي عشان بيبقى فيه اتربة لازقة فيه، ممكن تخلي الليمون بتاعك يفسد. هنعمل بقى الرقات زي ما انتم شايفين كده، واللي هيفضل هنحطه في برطمان تاني صغير على قد ما انا عامله برطمان كبير علشان يفضل مره واحده، ما يبقاش عندي ايه برطمانات صغيره وكده. كده خلاص خلصت الليمون بتاعي والفلفل الشطه بتاعته كده رقات زي ما انتم شايفينها. هنجيب بقى الميه بتاعتنا بتاعت الليمون اللي احنا سالقينه فيها وهنكملها بالملح. احنا ما حطيناش فيها ملح، هنحط لها ملح. انا حاطه ملح خشن، ما عندكيش ملح خشن حطي ملح ناعم، ده ملح بحر. تمام كده. وانت بقى عايزه تعرفي الملح بتاعك صح ولا حادق ولا مظبوط ولا ايه بالظبط، هوريكي ازاي هنحط ايه تعرفنا اللي الملح مظبوط. هنا معايا شويه هريسه فلفل احمر كنت فرماه عشان يدوا لون حلو كده لليمون. هجيب معايا ايه بقى، معايا بيضه، معايا بيضه نيه غسلتها حلوه قوي عشان ما احطها في الميه ما تكونش فيها بكتيريا ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده، لو سقطت تحت يبقى لسه عايز ملح، لو عامت على الوش يبقى لسه عايز ملح، لو هي سقطت في القاع يبقى عايز ملح، لو عامت على الوش يبقى كده الملح مظبوط. تمام، فهمتوا انا قصدي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده انا زودت كمان ملح. تمام كده، وهحط البيضه. بصوا بقى يا جماعه بقى عمت على الوش ازاي، يبقى كده الملح بتاعك مظبوط، ولا حادق ولا دلع زي ما انتوا شايفينه كده. نشيل البيضه بقى، شكرا ليكي كده. وخلاص كده هنحط بقى الميه بتاعتنا على الليمون. انا ما حطيتش ميه خالص عاديه، دي ميه السلق بتاعت الليمون علشان بتحافظ عليه ما بتخليهوش يطرى معانا ولا يغير طعمه، يبقى طعمه جميل جدا 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 وحلو قوي. ولو عوزتي البرطمان ما كملش تغلي شويه ميه وتبرديها وتكملي، حطي ملح برضو تكملي لها الملح وتكملي البرطمان بتاعك. تمام كده زي ما انتم شايفين كده. كده الليمون لسه هينزل تحت والشطيطه بتاعته هترخي، البرطمان هيكمل. زي ما انتم شايفين كده احلى ليمون هتعملوه، وان شاء الله تعملوه كده بألف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين واشوف الشكر على خير، والسلام عليكم.